السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة الرومي بتاعنا يعني عمر 19 يوم. بيني وبينكم كده انا حسيت ان الرومي بدأ يضعف معايا، يعني بقاله يومين كده مش في اللي هو نفس معدل التحويل اللي انا كنت ماشي عليه. فده لما قعدت مع نفسي كده وفكرت عرفت السر، وهقولك عليه النهاردة في الوصفة اللي بتخلي الرومي ما شاء الله يومه ب10 حرفيا، من غير مبالغة. يومه ب10 فعلا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بجد أحلى وصفة. وكمان كمان أنا كنت بدأت أحط للرومي البطاطس نية، فرجعت تاني في كلامي وقلت لا، أنا هرجع أسلقها نص سلقة، لأن الرومي بيحبها جدا وهي مسلوقة نص سلقة كده. شوية كده لما يكمل شهر، يعني النهاردة لسه 19 يوم، فأنا هكمل في الدلع بتاعهم حبة كمان لحد لما يكبروا شوية ويبقوا معانا شهر. طبعا مش كل يوم احنا هنربي رومي يعني، فلازم نحترمه كده وندلعه. الرومي غير الفراخ البيضة، يعني الفراخ البيضة هو عمرها كله أول عن آخر 45 يوم، إنما الرومي ممكن يقعد 5 و6 شهور، فعلشان كده لازم نأسسه كويس. النهاردة بداية تسمين الرومي بفضل الله إن شاء الله. هتاخدي أحلى رومي وأعلى أوزان من غير علف، يعني نسبة بسيطة خالص من العلف، وأنا كده كده بحطه بالليل بس. وطبعا الرومي خلاص هو اصلا عشق الاكل اللي انا بعمله ده، بياكل العلف ده كده يعني بالعافيه، اللي هو عشان ايه؟ يرضيني يعني. وبرضو انا مصره ان انا اعوده على كده، اعوده على انه ياكل اكل انا بعمله خلطات وصفات، ويتعود على انه ياكل الاكل الناشف. عشان شويه كده والعلف ده هنبدا نضيف عليه اضافات على حسب عمر الرومي بالترتيب كده، ونفضل نزود في الاضافات دي لحد لما يبقى العلف ده نسبه قليله خالص، وفي نفس الوقت الرومي بتاعنا تبقى اوزانه جميله جدا. الرومي جميل جميل جميل، ما بياكلش كتير، ما بيستهلكش اكل خالص. تقريبا الاكل اللي انا بحطه اللي بياكله وبينسفه هي الفراخ البلدي اللي معاه دي، بس برضو الفراخ دي برضو اكلها مش عالي، يعني مش زي الروزي مثلا، دي فراخ بلدي حر، فاكلها بيبقى على قدها. انتوا عارفين دي لو فراخ روزي كان زمانها بقت قد الرومي، لكن هي عشان بلدي حر بتبقى صغيره. عشان في حبايب كتير بيقولوا لي احنا بنربي فراخ البلدي وصغيره ومحصرمه، الفراخ الصغننه دي فراخ للبيض، دي بلدي حر اصلي. انما الفراخ اللي بتكبر معاكي بسرعه دي اما هجين، يا اما فراخ تسمين، زي مثلا الروزي التسمين وزي الجميزه التسمين. تعالوا بقى نشوف الوصفه عشان ما اطولش عليكم والفيديو ما يبقاش طويل. اول سر التسمين بتاعنا اللي احنا بدأناه من عمر 15 يوم هي وصفه التسمين بتاعتنا. اول حاجه كده بنجيب حله فاضيه وبنحط فيها معلقتين زيت مستعمل ما نكونش عايزينه. بتحوشي الزيت اللي فايض او حتى تاخديه من الجيران، تشتريه حتى لو انتي مش عندك يعني. بعد كده بضيف بقى، انا هضيف بقى بصل وتوم وجزر وبنجر. الحاجات دي خطيرة جدا جدا، انا عايزة الرومي بتاعي يبقى مناعته في السماء، وعايزة صحته تبقى جميلة ان شاء الله، وعايزة اوزانه تبقى حلوة. اسسيه على كده ولا ليه 30 لازمة العلف بعد الحاجات دي. جربي وهتدعيلي. عندي برضو شوية أعشاب كده، يعني شوية قرفة عشان ترفع المناعة جدا جدا ما شاء الله. شوية كركم برضو حلوة جدا، علشان يعني القرفة للتنفسي، الكركم للمعوي. وكمان حبة شيح عظمة، علشان خاطر أضمن إن ما يجيش أي إسهالات ولا أي مشاكل تحصل للرومي بتاعي. وحتى لو عنده إسهال هتحطي برضو شوية الشيح دول، أو هتغليه بقى معلقة شيح على لتر مية كده وتبرديه وتسقيله. وده طبعا يعني ما في 3 معالق من الرز كبار، بشوحهم برضو. لو عندك شوية شعرية مش هتخسر، عندك شوية عصفور لسان عصفور، عندك مكرونة صغيرة، عندك بقى دول شوية عدس اللي هو العدس بجبة علشان الايه؟ البروتين. الرومي بيحب البروتين العالي جدا. طبعا الكمية اللي انا عاملها ديت تبقى كتير على الرومي، ممكن تكفيكي اسبوع الرومي بتاعك. لو انت عندك مثلا 20 زي دول يقعد معاكي 3 4 ايام اسبوع. بعد كده بضيف الدشيشه بقى زي ما احنا متعودين، الدشيشه اللي هي الذره الصفراء المجروشه ناعم. بعد كده بغمره بالميه واسيبه يغلي كويس قوي. لما يشرب الميه بنقله على نار العين الصغيره وهدي النار خالص، واسيبه بتاع ساعه ساعه ونص لحد ما يستوي ويتضاعف حجم. ادي الحبه اللي انا خدتهم للرومي، شوفين قد ايه. بس الحبه دول هفضل اضيف عليهم اضافات لحد ما يبقوا قد كده، لسه سخن. يعني دول حوالي ما يجوش نص طبق كده. بصي بقى السر اللي خلى الرومي بتاعي حلو كده وعسل وجميل، هي المعلقتين دول كانوا عبارة عن ايه؟
كنا بنجيب الحله بتاعتنا الصغيره دي ونحط فيها ميه تغلي، ونحط فيها معلقتين رز وبطاطسيتين نسلقهم حوالي 10 دقايق لربع ساعه. فالوصفه دي بجد هي اللي كانت مخليه الرومي خيال، اوزان جميله جدا. برغم ان وصفه التسمين ممتازه وانا عايزاه يتعود عليها عشان ياكلها هي بعد كده، لكن انا عايزه اكمل معاه في الوصفه التانية اللي هي بتاعه البطاطس والرز المسلوقين دول لحد ما يكمل شهر، علشان تبقى مناعته قويه وصحته حلوه. فانا رجعت اعملها له تاني بعد ما كنت بطلتها بقالي يومين، واعتمدت على وصفة التسمين بس. كنت بحط البطاطس نية برضو، لقيت الرومي مش بيحبها، يعني هو بياكلها بس حسيتها كده ان هو ضعف معايا. فانا حبيت ان انا ارجعه يكبر معايا بسرعة تاني. والموضوع مش صعب، ده حبة مية بتغلي، حطيتي فيهم معلقتين رز وبطاطسيتين يعني، وكمان البضاية برضو بتأثر. انا كده كده مشيتهم على البيض كل يومين، ما كنتش بحط بيض كل يوم، كل يومين اما كنت بحط بيضة. بعد كده بقى هنشف الحاجات دي بشوية دقيق ذرة. دقيق الذرة دوت لو مش لاقياه هاتي الدشيشة وطحنيها في مطحنة هتعمل لك دقيق ذرة. مهم جدا ان احنا ننشف الاكل للفراخ بالذات وللرومي، عشان ما يعجنش قدامهم، وعشان ما يعملش لهم مشاكل في الامعاء ويعمل لهم انتفاخ وانتفاخ حويصلة والكلام ده كله. ودول بقى شوية كده من الدقيق اللي هو بتاع كسر الفول، برضو بروتين عالي جدا عشان تبقى الوجبة ما شاء الله متكاملة. بكده بقى احنا عملنا وجبة عظمة. هنضيف عليها شوية اضافات بسيطة كمان، البضاية بتاعتنا، لان البضاية دي برضو جميلة جدا، وانا هستمر فيها لحد ما يتم شهر برضو، علشان انا فعلا حاساها بتأثر قوي قوي مع الفرق مع الرومي. وفي نفس الوقت انا هضيعها، مش عايزاها تبان علشان ما يتعودش عليها ويكره اي اكل تاني ويستنى البيض. فهماني، انا بتوهها في الاكل. هنحط بقى بعد كده هنبشر بصلايه، نبشر جزرايه، دول شويه علف، يعني شويه صغنطوطين خالص من العلف، علشان ابقى انا عودته برضو انه ياكل العلف في كل الاوقات، علشان ما يكرهش العلف خالص. عندي برضو الخيار اللي كنا قدمنا ليهم قبل كده، لو عندك كرات هتخرطيه ليهم. بجد وجبة ما شاء الله متكاملة، تقدري تكفيهم طول اليوم بحاجات بسيطة، يعني ما حطيتش الجزرية كلها، ما حطيتش خيارها كلها، كل يوم كده بتحطي حتة منها مع بعض كده بتبقى جميلة. تحطي بقى بصل طبعا ده اساسي، بصل وتوم. نقطع التوم، هحاول ان انا اقطع التوم كبير شوية عشان يتعودوا عليه، علشان بيبقى مريح كده اكتر من ان اعمله بالمفرمة او بالمبشرة دي. طبعا الجزر فيتامين ألف، الخيار فيتامينات ومعادن وأملاح جميلة جدا، الثوم رافع مناعة، البصل برضو رافع مناعة، يعني يعتبر زي بدائل المضادات الحيوية. كده انت بتخلي مناعة الطيور في السماء، وفي نفس الوقت انت بتديهم حاجة تفتح الشهية وتخليهم ياكلوا. ان شاء الله كمان ده ما بيخليش يبقى عند الفراخ اي عفونة او حموضة في الامعاء. الناس اللي بتشتكي مثلا عندهم انتفاخ او كده عند الطيور. كمان هنحط بنجر، لو عندك بنجر جميل جدا جدا جدا، ده حديد اصلا. ما شاء الله كده احنا عملنا اكل فعلا يعني حاجة خيال، من وحي الخيال حقيقي، وكله حاجات صغيرة وبسيطة قوي موجودة عندك في البيت، وكمان الكمية كانت بسيطة. ما شاء الله زادت ازاي. دول شوية علف 23 كده موجودين عندي حطيتهم. تمام كده. فاضل بقى حاجة بسيطة خالص، وهي الأعشاب اللي هتخلي الرومي يغنينا، يعني اللي هتغني الرومي عن المضادات الحيوية والأدوية. أول حاجة رشة من القرفة، معلقة صغيرة كده، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكمون المطحون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة أو كبيرة بقى الكزبرة بحب أحطها أكتر، ورشة من القرنفل المطحون علشان برضو زيادة الأوزان. خلاص بقى، أول لما الرومي دخل على عمر شهر كده، يعني هنبدأ ان احنا نشتغل على الاوزان ان شاء الله في الفترة اللي جاية. هو دلوقتي لسه 19 يوم، فخلاص يعني بنحاول كده ان احنا نظبطه من دلوقتي. انا مش عايزاه يخس، ليه بقى؟ لانه لو خس مناعته هتضعف، وبالتالي هيبقى عرضة لاي امراض. لكن لما تكون صحته حلوة واكل كل الفيتامينات ديت ان شاء الله يبقى زي الفل. اللي انا ابيض اللي انا رشيته في الاخر دوت دقيق ذرة، عشان الناس دايما بتسأل. وبس كده هحطه بقى اليوم في العلافة زي ما انتوا شايفين كده. ونقدمه ليهم. انا ممكن نحطيه على مرتين تلاتة، يعني مش لازم تحطيه كله مرة واحدة.
وبالليل بقى باكلهم علف تركيز 23% صافي، علشان الناس اللي ماشيه معايا تبقى ماشيه بالظبط. محدش ينسى بقى اللايك ولا يشترك في القناه، ولو عندكم اي اسئله اكتبولي في التعليقات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.